اهلا بيكم في الحلقة الاولى من سلسلة لاعبين مصريين مفقودين. في السلسلة دي هنتكلم عن لعيبة مصرية الناس كلها كانت متوقعة لها نجاح كبير وكانوا بادئين بداية كويسة جدا، ومرة واحدة اختفوا ومحدش يعرف عنهم اي حاجة. واللعيب الاول اللي هيكون معانا النهاردة في السلسلة دي هو شيكابالا. انا سيف الاواري بكلمكم وانا قاعد تعالى بس يا صديقي، ما تقلقش، مش شيكابالا اللي في دماغك، انا قصدي على شيكابالا ده. شيكابالا ده يا صديقي كان حاوي الدرجة الثالثة، كان هداف الدرجة الثالثة مع نادي المنصورة، وكان مهاري جدا جدا جدا، وفعلا كان مكسر الدرجة الثالثة. ورجله الشمال يا صديقي ما كانتش تقل اي حاجة عن رجل الشمال لشيكابالا الحقيقي. وطبعا تسميته بالاسم ده نظرا لحبه الكبير لشيكابالا والستايل اللعب القريب جدا ما بينهم. فالمهم زي ما قلنا، شيكابالا موسم في الثاني في الثالث في الدرجة الثالثة محقق نجاحات كبيرة مع نادي المنصورة، وكل سنة بيطلع هداف الدوري. فالناس كلها كانت متوقعه له اللي هو هيلعب في حتة كويسة في الدوري الممتاز. وبالفعل يا صديقي شيكابالا بيجيله عرض رسمي من نادي الاسماعيلي. طبعا نقلة كبيرة جدا في تاريخ شيكابالا. شيكابالا ما كانش مصدق نفسه، انا كنت بلعب درجة ثالثة مرة واحدة بيجي لي نادي الاسماعيلي، نقلة كبيرة. مش بس هلعب دوري ممتاز، لا ده انا جاي نادي كبير، نادي جماهيري، نادي عريق زي نادي الاسماعيلي. وبالفعل يا صديقي شيكابالا بيروح نادي الاسماعيلي لتوقيع العقود ويبقى لعيب رسمي في نادي الاسماعيلي. بس نادي الاسماعيلي في الفترة دي ما كانش بيمضي مع اللعيب على طول، بمعنى يعني كان بيجيب اللعيب من الدرجة الثالثة والدرجة الثانية، كان بينزله الأول فترة معايشة يتمرن مع الفريق الأول ويلعب ماتشات ودية لغاية ما الموسم يبتدي. وأول ما الموسم يبدأ بيختاروا اللعيبة اللي نجحت في الاختبارات أو نجحت مع الفريق ويمضي معاهم بشكل رسمي. وشيكابالا يلعب معاهم ماتشات ودية ويتمرن مع الفريق الأول، والناس كلها كانت مبسوطة منه، الناس كلها كانت متوقعة اللي هو هيكمل مع نادي الإسماعيلي. لغاية يا صديقي ما تيجي اللحظة الفارقة في حياة شيكابالا، ميدو يتولى تدريب فريق نادي الإسماعيلي. ميدو يا صديقي مسك الإسماعيلي، وجه الكابتن محمود أبو السعود رئيس نادي الإسماعيلي قعد مع ميدو قال له بص يا كابتن ميدو، احنا عندنا شوية لعيبة جايبينها من الدرجة الثانية والدرجة الثالثة، قعدوا معانا فترة أو مروا بفترة معايشة، والناس دي متوقعين لها نجاح كبير، وبالاخص شيكابالا. قال له شيكابالا ده حاول الدرجه الثالثه وهداف الدرجه الثالثه مع نادي المنصوره، وعامل معانا ماتشات وديه كويسه جدا وفي التمرين كويس جدا، فاحنا كاداره مستعدين ان احنا نوقع معاه بشكل رسمي دلوقتي. فيرد عليه ميدو رد غريب جدا. تفتكر ميدو قال له ايه؟ جه واحد من اللجنه الفنيه قاعد معايا، هو حاج ابو السعود الله يرحمه، فبيقول لي يا كابتن ده شيكا ده لعيب جامد جدا، ده مكسر الدنيا في دوري الدرجه الثالثه السنه اللي فاتت. فقلت له طيب انا بس ممكن اقول لك حاجه؟ قال لي ايه؟ قلت له ايه رايك اجيب لك شيكا الحقيقي؟ فقال لي شيكا مين؟ قلت له اجيب لك شيكابالا الاسماعيلي. قال لي يعني ايه يا كابتن، ايه اللي انت بتقوله ده؟ قلت له يا ابني انت الاسماعيلي، انت الاسماعيلي، افهم انت الاسماعيلي، انا اقدر اجيب لك هنا لعيبه كتيره جدا اجيبها لك، انت الاسماعيلي وانا ميدو، مالكش دعوه، سيب لي الشغلانه دي. وفعلا بينجح ميدو اللي هو يقنع شيكابالا ويجيبه نادي الاسماعيلي. وطبعا في الحاله دي انا لما يبقى عندي شيكابالا الاوريجينال وشيكابالا الهاي كوبي هختار شيكابالا الاوريجينال. فيرجع شيكابالا الهاي كوبي للدرجه الثالثه مع نادي المنصوره وينتهي حلمه للعب في الدوري الممتاز. فالغريب في القصه يا صديقي ان اللي ينهي حلم شيكابالا اللي هو يلعب دوري ممتاز هو شيكابالا الحقيقي اللي هو كان بيحبه واللي مسمي اسمه على اسمه واللي بيشبهه في طريقه اللعب. فالنصيب دايما ليه رأي تاني. في النهاية بس يا صديقي أنا حابب بس أوضح نقطة، أنا مش بوجه أي لوم على ميدو أو محمود عبد الرازق شيكابالا. ميدو جاي يمسك الإسماعيلي في فترة صعبة على النادي الإسماعيلي وجاي عايز ينجح، فطبعا الأحسن وطبعا لما اتعرض عليه شيكابالا لعيب بيلعب في الدرجة الثالثة ومحمود عبد الرازق شيكابالا لعيب كبير، طبعا هو يقدر يجيب شيكابالا، فطبعا هيختار اللعيب الأجهز واللعيب الأفيد واللعيب اللي هيجي يكسبه. فده حقه وهو ما ظلمش شيكابالا الهاي كوبي في اي حاجه، هو ده حقه وحقه كمدرب. وعلى الناحيه التانيه شيكابالا هو لعيب محترف جاي يمثل نادي الاسماعيلي، جاله عرض وجاله عقد احتراف، وهو لعيب محترف فمفيش اي مشكله ومفيش ما يمنع اللي هو يروح. وهو اكيد طبعا ما يعرفش ما عندوش اي معلومه عن اللي كان في لعيب تنس مش شيكابالا هيلعب، ما عندوش اي معلومه، هو لعيب جاله عرض وقبله. فطبعا مفيش اي لوم ولا اي عتاب على شيكابالا
او ميدو. فمش شرط مادام قصتك ما كملتش يبقى انت تعرضت لظلم، لا ده النصيب وده قدرك وده الافضل ليك. وبس كده، دي كانت حلقة النهاردة وده كان لعيب النهاردة. استنوني في حلقات جاية واستنوني في فقرة لعيبة تانية، ولو عندك لعيب تاني في دماغك قول لي عليه واعمل عنه حلقة. السلام عليكم.